اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست يعني ايه لازم. برضو انا لابسه جينز النهارده. يا جماعه انتوا مش غراب بقى، يعني انتوا مش غرب. اوكي، انا بصور، يعني اللي اتفرج على الحلقه اللي فاتت هيعرف ان انا قاعده في نفس المكان. انا بس رحت غيرت الجاكيت والطرحه، وكنت ناسي اجيب معايا توب زياده، فاحنا هنكمل بنفس التوب. اوكي، بس انتوا في تقريبا اسبوع ما بين الحلقه اللي فاتت والحلقه دي، فهعتمد ان انتوا ناسيين وانا دلوقتي فكرتكم. تمام تمام. حلقه النهارده يا جماعه inspired by ان احنا بنحجز تذاكر وهنسافر في الصيف. ايوه، مش بس بنحجز تذاكر وهنسافر في الصيف، احنا دلوقتي عمالين بنبلان لوجيستكس السفر. ليه بقى؟ لان انا مش عايشه في مصر، انا عايشه في الامارات. خلاص انتوا المفروض ان انتوا عارفيني بقى خلاص. انا عايشه في الامارات، ودلوقتي المفروض ان احنا بنسافر عشان نازلين مصر، فدلوقتي احنا بنبلان للاجازه. فحلقه النهارده بعنوان يعني ايه لازم مغترب اديشن. يعني ايه مغترب؟ وانا احنا هنا مش بنسمي نفسنا مغتربين قوي يا جماعه، بس هو الناس اللي في مصر او الناس اللي في بلدنا، يعني سواء اللي بيسمعني مصري او غير مصري، بيسمونا مغتربين. هو احنا بقى مش مغتربين، احنا في مكان تاني بنعيش عادي زيكم، عادي جدا في بلد تانية، ودي حياتنا هنا بمدارسنا بأشغالنا، وده هوم بالنسبة لنا. خاصة الناس اللي بقالها سنين. أنا مثلا يا جماعة، أنا دخلت المدرسة بتاعتي هنا، والجامعة بتاعتي هنا. أنا آخر مرة كنت عايشة فيها في مصر كان وانا عندي 14 سنه، لحد ما كملت 14 سنه اللي هو المدرسه لحد جريد 9. ولما جيت هنا بقى دخلت، يعني ده بالنسبه لي هنا بقى هوم. فاكشلي مصر هي الاجازه. بس طبعا انا عيلتي في مصر، ودلوقتي اهلي ماما وبابا واخويا في مصر. فهو وليا اصحاب كتير برضو في مصر، بس هنا بالنسبه لي ال الاساس بيتي، مدارس ولادي، شغلي، كل الاماكن اللي حواليا. عندي هيستوري، يعني عندي ذكريات مع كل حاجه هنا، وطفوله ومراهقه وجواز وحب وكل الكلام ده هنا. فده بالنسبه لي يعني اتس ده هوم. بالنسبه لي ده هوم. فكلمه مغترب دي انتوا بقى بتسموها علينا، ودايما بيبقى فيه كده ايه اللي هو مسميات، ليبلز بقى على المغترب ده. اول ليبل على المغترب ان احنا اغنياء جدا، ان احنا ماشيين في الشارع راكبين عربيات روز رويس. مش حقيقي يا جماعه والله، يعني يا جماعه والله العظيم حقيقي. يعني احنا الناس هنا عادي، يعني الناس في البلد اللي هم فيها، سواء كان امارات او كويت او المانيا او بتاع، احنا بنخش في فابريك المجتمع بمستوياته بقى. في الناس اللي بتركب عربية اكس، وفي ناس اللي بتركب عربية 2 اكس، وفي ناس اللي بتركب عربية 4. يا جماعة لا، احنا كتير بكل المستويات، بكل الحاجات الاقتصادية اللي في لا. فمش كل حد عايش بره مصر او بره اكس او بره واي يبقى مغترب، يبقى غني. لا، ما لا ارجوكوا. تمام. يا ريت نستبلش بس الكونسبت ده قبل ما نخش بقى في موضوع الحلقه. طيب، موضوع الحلقه، وعشان هو موضوع شائك شويه، فانا عملت بول على انستجرام، وكنت بجمع منكم كلكم، سواء اصحابي اللي يسمعوني او ناس لسه او ناس مش ما يعرفونيش. فكل اصحابي قالوا لي على ايه الحاجات اللي بتضايقهم في النزول الاجازه، او اللي هي الاجازه بتاعت في مصر، يعني لما بينزلوا في الصيف. فالحلقه دي هي عباره عن اراء مجمعه، وليس راي نور الشخصي. تمام. فده ديسكليمر في اول الحلقه، ان ده ليس رايي انا الشخصي، بل هي اراء مجمعه لكل اصحابي اللي بعتولي، وطبعا من غير ذكر اسماء عشان خاطر الحاجات دي بتبقى سنسيتيف. فليه انا عملت الحلقه؟ علشان كذا سبب. اول سبب ان فور وانس يجي حد يقول الحاجات اللي كلنا بنحس بيها. اوكي، يعني خاصه الحاجات اللي الناس بتخاف تقولها عشان ما تزعلش ناس تانيين، فانا هقولها عادي. والله. تاني حاجه، عشان الغير مغترب يفهم
ايه اللي بيحصل on the other side، يفهم حقيقة الامر، ان احنا يعني يفهم بقى ايه اللي بيحصل، المغترب ده بيفكر ازاي، الاستراجلز الحقيقية اللي بيمر بيها، فيمكن يشفق لحاله، يعني يمكن نفهم بعض، نحاول نفهم بعض بجد والله، عشان حاسة ان في جاب كده في الموضوع. اوكي. تالت حاجة ان لو انت زيي او انت مغترب او انت عندك او انت بتواجهي صعوبات زي اللي انا هتكلم عليها النهارده، تعرفي انه مش لازم، يعني تعرفي ان هي مش انانيه ولا هو انانيه، ان احنا نفكر في نفسنا، ونفكر في ان احنا ما نضايقش نفسنا، وان احنا ما نتقدرش ونرفق لحالنا. مش لازم ان احنا نتعرض لكميه الضغوطات دي. تمام. يلا بينا نخش الحلقه. وديسكليمر تاني، ده مش ارائي الشخصيه. تمام. لسه في ناس يا جماعه بتقول ان هما بيتضايقوا جدا من موضوع الهدايا، يعني لسه في ناس بقالهم فتره طويله جدا مسافرين، ولما بيرجعوا بيجيبوا هدايا لكل العيله، بيجيبوا هدايا كتير لكل العيله. طيب هنتكلم على الموضوع ده بعيوبه او مميزاته. طيب هو الناس اشتكت ليه؟ قال لك انا بجيب هدايا، انا في الاول كنت بجيب هدايا عشان انا عايزهم يتبسطوا، وعشان فور ذا سيك اوف الهدايا. بس اللي حصل مع الوقت ان الناس ما بتبقاش مبسوطه بالهدايا اللي بتتجاب. وتاني حاجه ده بيبقى سبب لمشاكل. وتالت حاجه ابتدى يبقى عبء مادي على الشخص، لان طالع من كونسبت وطالع من بيرسبشن ان الشخص اللي جاي من الغربه ده غني جدا ومعاه فلوس كتير جدا، فينزل عادي. الناس اللي كانوا بيسافروا ليبيا زمان وكانوا بيرجعوا بمراوح وبطاطين، ده ما عادش السيتويشن. هنا البني ادم لو سكن في مكان كويس وعلم عياله في مكان كويس، واكل وشرب في مكان باكل وشرب كويسين، وما حشرش عياله كلهم في اوضه واحده، يعني عايش العيشه العاديه اللي انتوا عايشينها في مصر عاديه دي، ما بيتبقاش معاه اي اكسترا. انا دي بقى انا كنور، انا والله العظيم بستغرب لما الاقي حد بيحوش، عارف يحوش ازاي؟ لان الحياه مش رخيصه. ففكره ان انت تعيش اساسا كويس دي حاجه كويسه، بس ما بيبقاش فيه فائض، يعني قليل من الناس اللي بيبقى عندهم فائض يحوشوا منه. اوكي. في ناس بتتضايق جدا من موضوع الهدايا، وحاسين ان هو بقى حاجه هما لازم يعملوها، وان هما لو ما عملوهاش هيبقى في قفش من العيله والكلام ده كله. فلو حاسس انه انا دلوقتي انا مش هدي حلول بقى في الحلقه دي، لان في حاجات كونيه بقى، يعني في حاجات كونيه. عشان احنا عايشين في مجتمع شرقي عربي مصري اصيل، ففي حاجات كونيه، اسئله كونيه ملهاش حل. فاجان ده مش اوبجكتيف الحلقه، ولا انا هقول لك تعملي ايه ولا انا هقول لك تعمل ايه. انا بالاخر كده هنقعد نرغي ون ايه ون نطلع مشاعرنا مع بعض. venting. This is a venting episode. بس كده. تمام. ممكن تلاقي نفسك في توبيك، ممكن تلاقي نفسك في توبيك تاني، بس مش هنجادج بقى بعض، ولا هتقعدي تقولي لي انا بحب اجيب هدايا واهلي ناس حلوين وبر ماشي يا جماعه، ممكن انت ما يكونش عندك الشق ده، بس في ناس بيعانوا منه. فله شمعة منور. هقعد فين؟ ناس كتيرة ما عندهاش بيت في مصر، ما عندهاش شقة جاهزة في مصر، اللي بيجهز شقته أو اللي ما عندوش شقة أصلا، فبينزلوا أو هما بيبلانوا الأجازة، بيقعد بقى السؤال الكوني بتاع أنا هقعد فين. هقعد فين؟ معلش يا جماعة أنا بس عشان الشراب مضايقني. هقعد فين؟ هقعد عند أهلي، ولا هقعد عند أهل جوزي، ولا هقعد في أوتيل، ولا هقعد في شقة مفروشة؟ كل حل فيهم له عيوب وله تقديره. هقعد في اوتيل، هتكربس انا والعيال في اوتيل بشنط السفر مبدئيا. فمين اللي هقعد انضف بقى؟ ده الواحد بيروح يقعد في اوتيل اللي هو وعياله في العيد ولا في اي مكان اللي هو مسافر بيتقدر عشان خاطر البهدله اللي في البيت. هنقعد ازاي في اوتيل كلنا؟ هقعد في شقه مفروشه. تمام. دي برضو ليها عيوب، لانه هل الشقه نظيفه مش نظيفه؟ هتجيب حد ينظف؟ هتجيب شغاله تساعدني؟ الشغاله ده توبيك تاني، ده هنتكلم فيه كمان شويه بقى. موضوع التوبيك ده، موضوع توبيك الشغاله ده انا بقى هتكلم فيه لوحدي، عشان انا عندي فيه اكسبيرينس كبيره لوحدها. هجيب حد يساعدني؟ ما محتاج حد ينظف. انا بقى هقضي اجازتي وانا بنظف بقى الشقه، هقعد اغسل في مواعين بقى واسيق في الارض واغسل في الملايات هنعمل ايه؟ هنقعد عند مامتي. انا مثلا اوضتي عند مامتي هي اوضتي وانا عندي 14 سنه.
انا نفسي دلوقتي بخش الاوضه بحس ان انا كبرت في الحجم على الاوضه. يعني بحس ان انا طولت على باب الاوضه. بحس ان انا ايه خبطت. هو انا اللي طولت ولا باب الاوضه طول عمره قصير ولا ايه؟ ما اعرفش. سرير سنجل، انا كنت بنام على سرير سنجل ازاي؟ بحس انا مش عارفه هي الاوضه مينيتشر كده ولا انا اللي الاوضه دي ازاي هتساعدني انا وجوزي وعيالي؟ مش منطقي الكلام ده. اوضه فيها سرير وفيها مكتب، هتخشي بقى الحل التاني ننام عند ماما وبابا في الاوضه، وبابا وماما يا عيني عشان هم مش عايزين يضايقوكي فهيروحوا يناموا بقى في الصاله، ولا هيناموا في اوضه الولاد، ولا هيناموا ليه؟ بنقدر الناس ليه؟ خلاص نروح عند حماتك، نفس المشكله عند حماتك. ما هو انت مش مأجره بقى اوضه، هنقسم. تروحي انت والعيال عند امك، وهو يروح وجوزك يروح عند بابا ومامته. ماما وحشين. ده غير ان ممكن لو قعدتي عند دول يتضايقوا، ولو قعدتي عند دول يتضايقوا. وانت لازم تبقي عندك حكمه في التعامل مع الموقف. نشوف حل اسطوري. هو حل اسطوري ما يتقالش عليه غير كده. الحل الاسطوري ده ما يزعلش حد، لا يزعل دول ولا يزعل دول، ويبقى convenient مريح ليكي وللعيال ولجوزك، ويبقى مناسب ماديا. حسبة برما، والله العظيم حسبة برما ملهاش حل تاني. لان الحل التاني يا عديمة الحلول ان انتي يبقى عندك شقتك، وشقتك دي تبقى مجهزة لاستقبالك كل سنة. فلو انت من غير المحظوظين اللي ما عندهمش شقة هتتبهدل. وعلى فكرة حتى لو عندك شقة تتبهدلي برضو، عشان هيتضايقوا منك ان انت قاعدة في الشقة بتاعتك مش قاعدة عندهم. فهو احنا في كل الاحوال في تريب في حوار في الموضوع. فلازم تكوني جاهزه نفسيا لهذا يعني في الناس اللي قالوا ان هم بيروحوا يقعدوا عند اهاليهم، والناس اللي قالوا ان هم بيروحوا يقعدوا في فندق، والناس اللي قالت ان هي بتروح تقعد في شقه. في كل الاحوال في مشكله هتحصل لازم تكوني جاهزه لها نفسيا. واكبر مشكله بالنسبه لي انا كنور هي مشكله اللي هي الراحه في عدم بيتك. دي بقى اكتر حاجه بتشعرني. انا عندي مشكله في ان انا برتبط باشيائي. بحب سريري، بحب دولابي، بحب سراحتي، برتاح. انا ما بعرفش اخش في حاله الزن دي غير لما قاعده في حاجتي. فبنزل بقى مثلا ايا مكان، المكان حلو او مش حلو، انا ببقى قاعده مقشعره في نفسي عشان انا نايمه على سرير غير سريري. انا لما بسافر مع الشغل ما بعرفش ان انا انام في اوتيلز بسبب الموضوع ده. بس دي مشكله شخصيه مالناش دعوه بيها. اجين احنا مش بنتكلم حاجه شخصيه، احنا بنتكلم على اراء مجمعه. تمام. تذاكر يا جماعه، حد عنده فكره تذاكر حاجه يعني سعرها قد ايه دلوقتي؟ تذاكر دلوقتي تقريبا عامله ما يعادل 8000 مثلا، اللي هو احنا الاربعه ب 8000. اللي هو احنا بنتكلم يا جماعه. لا انا مش عايزه ان انا نحسب مع بعض. معلش يا جماعه انتوا ما بقيتوش غرب. انا هحسب معاكم دلوقتي 8000 ده اللي هو كام. 8000 احيه 116,000 جنيه. ده تذاكر عادية، اللي هي عادية جدا، اللي هو اصلا ركبتك بتخبط في كرسي اللي قدامك. اوكي، عدينا مرحلة التذاكر. احنا بنصرف في الاجازة اكتر من اللي بنصرفه. والله لو عملنا كده اوفر اول بالمبلغ اللي بتصرف في الاجازة، والله العظيم المبلغ ده يطلعك 3 اسابيع المالديفز مرتاحة. والفرق انك في المالديفز مش هتقعدي تفكري في اي حاجة من اللوجيستكس دي. ده الفريسكا اللي على البحر بتدفع بالانستا باي. احنا بعيد قوي. يعني لو عايزه تقعدي مثلا يومين ولا 3 في الساحل دلوقتي، احنا بنبيع كليه في الحوار ده. يعني هي ما فيهاش بقى. احنا بندفع فلوس كتير قوي علينا وعليكم وعلى الناس كلها. فليه بقى؟
والله العظيم ممكن تروحي تروح مثلا شوبينج تريب في ايطالي تدفعيش المبلغ ده والله يعني الحمد لله. تمام. اللوجيستكس، الفاتيج، الارهاق بتاع القرارات. انا هنزل اروح فين، انا هقعد عند مين، لو ما عندكيش عربيه هنتحرك ازاي. في ناس بقى بتعمل ايه، في حد قال لي على حاجه يعني هما بيعملوها بس هما مش قايلين لاهاليهم ان هما بيعملوها. حاجه بقى ايه جامده جدا. بيعملوا ايه انا مش هينفع اعمل كده طبعا. ان هما بينزلوا عشان ليه يعني الاول هقول لكم ليه بيعملوا كده، يعني هقول لكم الاول بيعملوا ايه بعد كده هقول لكم بيعملوا كده ليه. بينزلوا قبل الميعاد اللي هما بيقولوا عليه ب5 ايام، وما بيقولوش لحد ان هما نزلوا في الوقت ده. يعني مثلا بيروحوا مصر مثلا يقولوا لاهاليهم مثلا ان هما جايين يوم 16، بس هم اكشلي مش بيكونوا جايين 16، هم بيكونوا جم 11 وبيكونوا في ال5 ايام دول بيتفسحوا مع نفسهم. فلنفرض مثلا ان انتوا من سكان القاهره، فهم بيوصلوا القاهره وبعد كده يتفسحوا في مصر، يروحوا بقى الساحل، يروحوا شرم، يروحوا الغردقه، يروحوا اللي يروحوا لمده 5 ايام يتفسحوا، وبعدين يروحوا بقى القاهرة في الوقت اللي هم قايلين لأهليهم عليه، ويقعدوا بقى ايه الأسبوع اللي فاضل في الأجازة أو الأسبوعين 100% مع أهليهم. ليه هم بيعملوا كده؟ عشان أنا هقول البوزيتيف وهقول النيجاتيف. هم أهاليهم بيكونوا هم وحشين أهاليهم قوي، هم بيبقى لهم مثلا سنة واكتر ما شافوش أهاليهم، فأهاليهم مش عايزينهم ان هم يعملوا أي حاجة غير ان هم يقعدوا معاهم. فأهاليهم بيتضايقوا جدا لما هم بيخرجوا ويسيبوهم او بيعملوا اي حاجه سواء مع عيالهم او مع اصحابهم او لوحدهم. فاهاليهم بيكونوا عايزينهم ان هم يقعدوا معاهم طول الوقت. بس هم الناحيه التانية فكروا فيهم، هم كمان بيبقوا عايزين يقعدوا مع اهاليهم اكيد 100%. بس هم الناحيه التانية تخيلوا كده، هم بيكون عندهم ضغط شغل مرعب، وبيكونوا جايين وعندهم expectations بقى ان هم في الاجازه يفصلوا ويرتاحوا ويتفسحوا. فلما بينزلوا يفضلوا قاعدين ما بيعملوش حاجه، هم عايزين يتفسحوا برضو، ما هي دي فسحتهم. فهم بيبقوا عايزين يخرجوا ويتفسحوا، بس هم مش عارفين بقى يقولوا لاهاليهم ان هم يعملوا كده عشان اهاليهم ما يتضايقوش. ف بيسرقوا 3 ايام لنفسهم في الاول. اوكي، سنس ان احنا بنتكلم عن موضوع الاهالي، في ناس بقى قالت برضه ان هم بيتضايقوا جدا من موضوع ان هم العيله الاكستندد فاميلي بيتضايقوا لما هم بيجوا، لما صحابي دول بيجوا وبيبقوا مش قايلين ومش بيسلموا على العيله وعيله العيله. طب مثلا هل انت في خلال السنه اللي فاتت دي كلمتني مثلا؟ انا مثلا دخلت المستشفى ولا نجحت ولا جبت معرفش ايه ولا ابني حصل له ايه انت فكرت تكلمني في يوم؟ انت ما كلمتنيش في يوم من الايام. انت متوقع ان انا لما انزل مصر بقى ولا انزل اجازه ان انا اروح لك البيت واسلم عليك واقول لك ازيك اخبارك ايه وما طب ما انت اصلا انت ما سالتش عليا بقالك سنين حضرتك مثلا. مش بس ان هو يبقى متوقع ان هي تروح له وتجيب له هدايا وتسلم عليه، ده هو بيفضل قاعد مستنيها تتصل. هو اساسا ان انت اللي جايه فانت بقى تتصل تسلمي على انا اللي جايه، المفروض انت تقولي الحمد لله على السلامه. نو انت هتكلميني ولو ما كلمتيش انا هتضايق واقفش عليكي. تمام تمام اوكي. من الحاجات اللي بتضايقني انا شخصيا لما بنزل مصر ان انا هنا عندي عربيتي، بتحرك براحتي، بروح واجي وما اعرفش ايه. بنزل مصر بقلب بطه بلدي، ببقى مستنيه حد يعمل لي كل حاجه. ما انا مش بسوق، ما انا ما اعرفش في الاماكن، والاماكن عماله تتغير كل سنه، كل شويه الاماكن بتتغير، فانا ما اعرفش في الاماكن. فمستنيه اصحابي يحركوني، مستنيه بقى جوزي يحركني، مستنيه مش عارفه بقى اتعامل. انا ما هنومه بقى اللي كنا بنتكلم عليها من كام حلقه فاتوا، هنومه بقى في نفسي. انا قاعده حلو هنوم، بس ما فيش بقى السترونج اندبندنت، ما مش عارفه بقى اعمل اي حاجه، مش عارفه اتعامل ولا عارفه اروح ولا اجي غير لما في حد يوديني ويجيبني. فده مكبل جدا بالنسبه لي. نيجي بقى في موضوع اللي هو موضوع الناني. بتنزلي مصر يا جماعه، احنا بننزل مصر نتبهدل. يعني بنتبهدل ليه بقى؟ لانه احنا انت بتبقي قاعده مثلا في مكان، لو انت ما عندكيش حد يساعدك في البيت،
ينظف ورا العيال، ينظف المكان اللي انت قاعده فيه، انت بتتقدري. والناني يعني الستات اللي بيجوا يساعدوا في البيت في مصر مختلفين، خاصة لو انت عايشة مثلا بره مصر بقالك كتير، فبتنزلي تتقدري جدا جدا من فرق من ان انت مش جوه الفابريك بتاع التعاملات مع النانيز دي بقى فترة. انا مثلا مفيش مرة نزلت فيها اجازة وجبت واحدة تساعدني الا لما ضحكت عليا، يا سرقتني، يا ضحكت عليا استغفلتني كده في حاجة، يا اما فضلت عندها توقعات مني وانا في الحماده، انا اصلا مش عارفه هي بتفكر ازاي ولا مستنيه مني ايه، وانا قاعده. في مره سرقتني وسرقت كل الناس اللي حواليا وانا زي الهبله فاكره ان هي اساسا يعني ما عملتش حاجه. ف لود يا جماعه، والله العظيم لود. وانا من كتر الناس، يعني انا لو تشوفوا كميه الكومنتس اللي جات لي وكميه الاراء اللي جات لي والحاجات اللي بتضايق البني ادمين بسبب الحوار دي، لود فكري. احنا بيبقى نازلين عايزين نشوف اهالينا بس بنخش في دوامة decisions ودوامة عدم ارتياح مرعبة. يعني احنا مرعبة، وبنصرف كمية مصاريف، ويا ريتنا بقى الناس الأذكياء اللي فينا بس هم اللي بتبسطوا. موضوع ان انا برضو يعني اسيب عيالي فين لما ببقى عايزه اخرج. يعني انا هنا لما ببقى عايزه اخرج مثلا اسيب عيالي مثلا في البيت، انني بتبقى قاعده معاهم، انا او انني متعوده ازاي اتعامل معاهم. انا في مصر ما عنديش ناني، ما عنديش حد يساعدني، اسيب عيالي فين؟ فهنا بتخش في ديسيجنز بتاعت انا خايفه عيالي يبوظوا البيت اللي هم قاعدين فيه. فمثلا انا عندي لو واحده مثلا عندها ولد صغير، ما هو الولد ده مخرب، انا ما ينفعش اسيبه في مكان يبقى فيه نيش وفي فبيبقى اختيار هنسيب العيال مع مين بيعتمد على الناس دي هيعرفوا يتعاملوا مع الطفل ده ولا لا. يعني ممكن جدا تكون جدة الولد او جد الولد ناس كبيرة في السن، فمش هيعرفوا يجروا مع طفل صغير، فبنسيب عندهم الطفل الكبير. الصغير ده بنسيبه مع الناس التانيين اللي ايه عندهم حتة الحركة دي شوية. قرارات انا بقرر بس، هي decisions decisions بس. again انا مش الهدف من الحلقة دي مش ان احنا نحل مشاكل قد ما نحاول ان احنا نحط الناس دي قدام الناس دي. يعني الناس يعني الناس اللي في مصر، الناس اللي في بلدنا، احنا عارفين ان انتوا بتحبونا جدا، واحنا كمان بنحبكم جدا، واحنا بنبقى مستنيين الاجازه عشان ننزل نشوفكم ونقعد معاكم. ودي حاجة احنا بنعملها بحب وكل حاجة، بس مهم جدا ان الطرفين يفهموا بعض، يفهموا ده عايز ايه وده عايز ايه. يعني واحدة صاحبتي قالت لي حاجة علمت معايا قوي، قالت لي انه انا نفسي ان هما يفهموا ان انا ببقى مشتتة، ببقى انا عايزة ارضي جميع الاطراف، ببقى عايزة ارضي حماتي وارضي مامتي وما زعلش خالتي وما زعلش فلان، فانا ببقى متقطعة ما بين الاتنين. وبينتهي بيا الحال ان انا بتخانق مع جوزي كل مره بنسافر، علشان انا بنبقى كل واحد فينا عنده برايورتيز مختلفه. جوزي بيبقى كل بيفكر فيه ان هو عايز يشوف صحابه وعايز يشوف اهله، وانا ببقى عايز اشوف اهلي، والولاد ببقى عايزاهم يشوفوا اهلي هنا واهلي هنا. فنحاول ان احنا نحط في اعتبارنا ان الشخص اللي جاي من السفر ده هو جاي اول حاجه يتبسط، هو جاي يغير جو، هو اصلا عنده ستريس فهو جاي يغير جو. هو مش غني قوي، هو بني ادم عادي عنده التزاماته، وغالبا السفريه بالمصاريف اللي بيصرفوا في السفريه، بالتذاكر، بالمكان اللي هيقعد فيه، بالعربيه اللي هيأجرها، بالساحل اللي هيقعد فيه، هيلم فلوس كتيره جدا اخر، يعني هتلم معاه فلوس كتيره جدا جدا، وده هيعمل عنده عجز كبير. فنقدر الحته دي. تالت حاجة نحاول نرحق، يعني ايه، نقدر لو حسينا بشوية تقصير، لو حسينا ان هو مثلا لا ده ما قضيش معانا الوقت اللي احنا كنا متوقعين ان هو بيبقى. احنا عارفين ان ده من نية كويسة، بس لما نفهم ان الشخص ده عليه عبء فكري كبير وعليه لود فكري كبير، هنقدر ان هو مش في بيئته العادية، مش مرتاح. فعادي هنفهم انه احنا عندنا توقعات، هو عنده مش هو ده، هي لو اسره متكونه من زوج وزوجه واطفال ففي 14 توقعات هنا. في الزوج عنده توقعات،
الزوجة عندها توقعات، الأولاد عندهم توقعات، priorities مختلفة. فنحاول نقرب وجهات النظر. بس يعني أنا لو هسيبكم بحاجة في آخر الحلقة فهي هتبقى نقرب وجهات النظر، بس نحاول ان احنا نفهم بعض، نفهم ان دول جايين يتبسطوا وجايين يشوفوا اهاليهم وهم مش اغنياء، ودول مش فلوس لاقيينها على الارض، ودول ضغط النفسي اللي هم بيمروا بيه عشان خاطر يتبسطوا ويبسطوا عيالهم باجازه زي دي كبير. الناحيه التانية دول يفهموا ان دول بيحبوهم قوي، هما وحشينهم قوي، مستنيينهم ان هما يجوا قوي، عايزينهم يقعدوا معاهم قوي، وهما مش عايزين يسيبوهم ابدا. فدول ودول نقف في حته في النص، لا نزعل دول على حساب دول ولا نزعل دول على حساب دول، نقف في حته كده في النص ونتبسط بيها كلنا. وهنلاقي مش كل حاجه تبقى بيرفكت. وتاني هرجع اقول نفس الكلمه اللي انا بقولها كل مره، ارجوكوا بلاش نفكر بالأول اور نان، ابيض او اسود، لان هي الحياه مش كده، الحياه في النص عادي جدا. اجازه سعيده يا جماعه يا مغتربين. تمام، اتمنى لكم اجازه سعيده ما فيهاش ديسيجنز كتير، وفيها ناس مقدرين الباكج اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده دي، ناس هيسمحوا لكم ان انتوا تقضوا اجازه ظريفه. انتوا كمان تعرفوا ان انتوا وحشينهم قوي، وان هم لو غلسوا شويه ولا طلبوا حاجات ولا الكلام ده كله فده اكيد بنيه كويسه مش بنيه وحشه، هوبفلي يعني ان شاء الله. وان احنا لا ينفع نعيش من غير دول ولا دول يعيشوا من غير. فبجد اتمنى ان الاجازه تبقى سريعه، سعيده مش سريعه. اجازه تبقى سعيده، واحنا يعني نحاول ان احنا يعني هنصرف فلوس كتير، بس انا نقعد نشتغل بقى طول السنه عشان خاطر نرجع الفلوس ونسدد الكريدت كارد. واتمنى اسعار الساحل تنزل والفريسكا اسعارها تنزل، وما تحسسونيش دايما ان انا في ديسيجن ان انا اطلع المالديفز ولا انزل اقعد 3 ايام في الساحل، لان دي مش المفروض ان اصلا دي تبقى حسبه، ده مش المفروض ان هو يبقى منطقي. تمام يا جماعه، معلش عشان انا بس في عنق الزجاجه دلوقتي وبنبلان الاجازه، فقلت ان ده وقت مناسب. تمام اشوفكم الحلقه الجايه.